كما قريتي في العنوان، شنو هو الثمن ديال المواطر الاكثر استعمالا في المغرب؟ في هذا الفيديو هذا موجد لكم مجموعه من المواطر وشحال الثمن ديالهم مستعملين وجداد. غنحاول انني ما نطولش عليكم وندخلوا ديريكت في الموضوع. عندنا اول موتور اللي هو الياماها ام تي 09. الثمن ديال هذا الموتور هذا كيبدا ما بين 115000 درهم. هاد الياماها ام تي 09 في الثمن هذا ماشي جديده، مستعمل. الموتور اللي من موراه اللي هو الاخ 6 موديل 2003. الثمن ديال هذا الموتور هذا كيبدا ما بين 42000 درهم مستعمل. بي ام دبليو اسمي الاخ. هذا الموتور هذا مستعمل، الثمن ديالو كيدير ما بين 125000 درهم. دير في بالك راه ماشي كاع الاسمي الاخ كيديروا بالثمن هذا. تقدر تجبر موتور طالع الثمن، تقدر تجبر طايح على حسب النقاوه ديالو وعلى حسب خونا اللي هتشري عنده وعلى حسب الديوانه وعلى حسب الموتور واش فيه شي مشكل، بزاف ديال التفاصيل. المهم في هذا الفيديو هذا انا غنعطيكم الاثمنه. اذا جاتك غريبه انك شفتي شي موتور الثمن ديالو رخيص، عرف راه مولاه يا فيه شي مشكل يا موتور قديم يا واكل الطق، يعني على حسب نقاوه الموتور غادي تجبر الثمن. الموتور اللي من موراه ياماها اي زد اف ار 1. الثمن ديال هذا الموتور هذا جديد 265000 درهم من لا ميزون. محبوبات الجماهير زد 750 كawasaki. هذا الموتور اللي جبرته محطوط مستعمل 58000 درهم 30000 درهم. هذا اصلا عاد جواب الاثمنه هذا، يعني هاد خونا اللي حاطه بالثمن هذا راه فريمون موتور نقي، حيت زد 750 راه وصلنا لزد 1000، يعني راه بحال اللي نقول لك ديموضه شويه، واش فهمتي؟ مادام انك جبرتي بالثمن هذا جبرو مازال نقي بزاف. دوز الموتور اللي موراه. هاد جوج موتور اللي غادي نعطيك بجوج بيهم جداد. عندك بي ام دبليو 1000 ار ام، ماشي اس. كاين اس 1000 ار ار وكاين الام 1000 ار ار. هذا ال 1000 ام ار ار جديد، الثمن ديالو من لا ميزون 418000 درهم. الموتور اللي من موراه اللي هو بي ام دبليو جي اس 1250 في الماكينه، الثمن ديالو كيبدا ما بين 229000 درهم جديد من لا ميزون. الموتور اللي من موراه كawasaki زد 1000 موديل 2016. هذا الموتور هذا جبرته مستعمل 111000 درهم. هذا الموتور هذا صحاب الاوف رود واللي عزازين عليهم في الجبوله والطراب والحجار. عندك هذا وعندك الجي اس. هذا الموتور هذا سميتو افريكا توين. الثمن ديالو جديد من لا ميزون كيبدا ما بين 200000 درهم وانت طالع. هاد افريكا توين فيها انواع، شاش قلت لك انا الثمن ديالها ما محدودش ما بين 200000 درهم. تقدر تجبر 200000 درهم، تقدر تجبر موتور افريكا توين 223000 درهم، يعني ما محدودش في واحد النوع واحد، واش فهمتي؟ ولكن بصفه عامه افريكا توين الثمن ديالهم كيبدا ما بين 200000 درهم الفوق، حيتاش كتختلف على حسب الماكينه. بحال بي ام دبليو جي اس فيها 1250 في الماكينه وفيها 700 في الماكينه وفيها، يعني كتختلف على حسب الماكينه، وكل ما تختلفت الماكينه ديال الموتور كل ما كتختلف الثمن ديالها. هاد الموتور اللي غنعطيك دابا غنعطيك الثمن ديالو جديد ومستعمل. عندك سيزوكي جي اس اكس. هاد الموتور هذا جديد كيبدا ما بين 112000 درهم ل 223000 درهم، كيتراوح ما بين هاد الاثمنه هادو بجوج. ومستعمل جبرتو ب 76000 درهم، يقول داك 7 المليون 8 المليون هاد الفرق. الموتور اللي من موراه هذا ابريليا اخ اس. كنظن بانه صغير في الماكينه حيت ما غاديش تجبروا انه كبير في الماكينه بالثمن هذا، وجديد. ابريل اخ اس الثمن ديالها جديد كيتبدا ما بين 56000 درهم 60000 درهم. 5 المليون 6 المليون جديده. اقرب الامثله اللي قلت لك بان الموتور كيمشي على حسب نقاوته، انا نعطيك جوج مواتر من نفس النوع. عندك سي بي ار 600 ار ار، جبرت خونا حاطو 78000 درهم وواحد حاطو 44000 درهم، يعني هذاك اللي داير 44000 درهم مكرفص على هذاك ديال 78000 درهم، يعني الموتور كيمشي على حسب نقاوته. نحاول انني باش ما نجيبش لكم فيديو طويل بزاف، ولكن جمعت لكم المواضيع كاملين باش ما تبقاش تدخل تقلب هنا وهنا اي حاجه جبرها في هذا الفيديو هذا. اذا عجبك الفيديو بارطاجي الفيديو مع صاحبك. المهم ندوز للموتور اللي من موراه اللي هو الكawasaki نينجا زد اكس 6 ار. هذا الموتور هذا بالذات الثمن ديالو مستعمل 100000 درهم، والثمن ديالو جديد كيتراوح ما بين 115000 درهم 112000 درهم حتى 117000 درهم. مادام ان خونا حطوا هذا الثمن هذا يعني راه الموتور مازال نقي. كما قلت لك ثمن الموتور كيتلعب على حسب نقاوته. ياماها ار 1 موديل 2013 كروس بلان الكوبرا. الثمن ديالها كدير ما بين 55000 درهم مستعمله، حيت جديده ما غتلقاهاش، والثمن ديال المستعمل ديالها كتبدا ما بين 55000 درهم 66000 درهم 77000 درهم على حسب النقاوه ديال الار 1. وهذا الموتور هذا قليل فيه الجبر نقي حيت موديل 2013 2009، يعني قديم بزاف. ولكن ديروا بالكم واحد الحاجه، بان هذا الموتور هذا اكثر موتور مسجل حالات ديال الوفيات هو هذا الار 1 كروس بلان، حيت ما فيهش لا بي اس ومجهد بزاف، يعني موتور خطير. المهم حنا ماشي الموضوع ديالنا هذا، الموضوع ديالنا هو الاسم هذا الموتور وصافي. هذا الموتور اللي غنعطيك انا ستوكتو في واحد الحلاوه كتقول
كتحس به موتور سبورتيف كبير وفي نفس الوقت شوف 300 في الماكينه موتور صغير. المهم اش كون عرفتي اش كنهضر الفوش 300 هذا الموتور هذا فيه واحد اللمسه في الشكل. كتحس براسك انك صايق موتور، كتحس براسك صايق اير 1 موديل 2023 شي موتور كبير. كتجي كتشوف شحال فيه في الماكينه كتبان 300. المهم ما علينا، الثمن ديال هذا الموتور هذا رخيص بزاف وجديد، كيدير 35000 درهم من لا ميزون، تخرجوا من لا ميزون 35000 درهم. شنو الثمن شنو السبب اللي مخليه انه رخيص بحال هكا؟ ساهل، الماكينه ديالو 300 في الماكينه، يعني موتور صغير يقدر يبدا به الواحد، وفي نفس الوقت تقدر تبدا به ويعني ما تبدلش تقدر تكمل به حيت كيبان بحال لي سبورتيف. مابقاش لينا بزاف غنسالي لي فيديو، غنجمع لكم هاد جوج كawasaki. عندك اسيدي الاش 2 ار وعندك الزد 900. الزد 900 جبرتها في واحد الباج مغربيه كيبيعوا فيها الماطر، حاطرنا ب 95000 درهم. تقدر تشبع 95000 درهم، شي محل خرج ب 100000 درهم. المهم الثمنيه ديالهم كتلعب على بين 90000 درهم 100000 درهم، حيت ما بقاتش زعما عاطيه واحد العين بزاف، يعني ما حيتاش قديمه شويه، ماشي قديمه بزاف، ولكن خرجوا الماطر من موراها بزاف، باش فهمتي. الموتور اللي من موراه هو الاش 2 ار. الاش 2 ار تقدر تجبرو ب 500000 درهم، تقدر تجبرو ب 800000 درهم على حساب. كاين اش 2 ار اللي ما فيه الكربون فايبر، كاين اللي فيه الكربون فايبر. اللي فيه الكربون فايبر ويعني فيه لي زوبسيون واعرين، غتجبرو ب 800000 درهم، هي 80 مليون فرنك. اللي ما فيش لي زوبسيون شويش واعرين، يعني تقدر تجبر الاش 2، تقدر تجبر الاش 2 ب 500000 درهم. مي الاش 2 ار كون هاني انك غادي تجبرو 800000 درهم الفوق. الموتور اللي من موراه اللي هو زد اكس 6 ار موديل 2005. هذا الموتور هذا مستعمل 2005، يعني ما غاديش تجبرو جديد كون هاني. الثمن ديالو كيتلعب على حساب نقاوتو. الثمن ديال هذا الموتور هذا كيبدا ما بين 50000 درهم. تقدر تجبرو 50000 درهم، تقدر تجبرو كثر من 50000 درهم، تقدر تجبرو اقل من 50000 درهم. حيتاش انا نشرح لك، اذا كان الموتور داير 50000 درهم وجبرت شي واحد اخر حاطو ب 30000 درهم، عرف بان داك اللي حاطو ب 30000 درهم راه واكل اللحظه ويقدر يكون بلا وراق. يعني تقدر انت كتسوق الموتور وقفوك البوليسي، راه داك الموتور صايب مشى لك الموتور، فهمتي. اذا كان الموتور جبرتيه غالي شويه ونقي، هذا كيساهل حتى تجبرو بوراقو وتجبرو يعني مازال جديد، مازال الماكينه ما ضربش بزاف، يعني الموتور كيتلعب على حسب نقاوته. كانت هذه هي النهايه ديال الفيديو، جمعت لكم بزاف ديال لي زوبسيون. نتمنى ما تكونش شي حاجه عندي غلطه، واذا كانت عندي شي حاجه غلطه قولوها لي في الكومونتيرات، وقولوا لي شنو هو الفيديو الجاي اللي بغيتو ندير لكم. اي اعتراض اي حاجه عندك قولها لي في الكومونتيرات باش نصححها، شي حاجه ما عجباتكش قولها لي باش نصححها. شي ثمن شي موتور جاك في شكل كتقول بان هذا الثمن هذا راه ماشي ديال هذا الموتور هذا، قولها لي. يعني اي حاجه قولها لي في الكومونتيرات، راه غنجاوب كلشي ان شاء الله. واذا عجبك الفيديو بارطاجيه مع صحابك وخلي معك واحد لايك وابوني ان شاء الله.